مساء الفل على كل الزملكاويه وكل الناس المحترمين المتابعين. بكره ان شاء الله المفروض يوم مهم جدا بالنسبه لنادي الزمالك، نهائي كاس مصر لموسم 25. طبعا احنا اكيد طبعا مقدرين وفاهمين كويس قوي من الخصم بتاعنا او من المنافس بتاعنا بكره. طبعا نادي بيراميدز ده احنا بنكن له كل الاحترام والتقدير، فنيا فريق متكامل، وتحليل الارقام او ان احنا لو اتكلمنا كلام منطقي بعيدا عن التعصب او بعيدا عن الانتماء، هنعرف كويس قوي ان نادي بيراميدز فريق فعلا فرض نفسه على الساحه الكرويه، واصبح من الفرق فعلا اللي هي لازم تحترم. فده يودينا لحته ان احنا لو انت بتسالني انا كواحد زملكاوي، اكيد طبعا بتمنى وكل الامنيات طبعا ان الزمالك يفوز بالكاس، ولكن فنيا احنا الموضوع ممكن يكون صعب شويه، لان احنا عندنا لو جينا نقارن الخطوط او المراكز او اللعيبه، اكيد طبعا موضوع واضح جدا وضوح الشمس من اللي له الغلبه ومن اللي هيبقى له الملكه. ولكن لو احنا ان شاء الله باذن الله قدرنا نفوز بكره، هيبقى مثلا بفكر تكتيكي ممكن يكون نقفل الدنيا شويه وربنا يوفق باذن الله. واعتقد ان دور الجماهير بكره هيكون فارق جدا في نتيجه المباراه، هو اللي هيكون له الكلمه برضه، الكلمه العليا والكلمه الكبيره ان شاء الله باذن الله. هتاف الجماهير من اول دقيقه لاخر دقيقه، الهتاف الشهير دايما يا ناس يا ناس زمالك عاوز الكاس. اعتقد ان هيزلزل بكره مدرجات استاد القاهره. كل الامنيات لنادي الزمالك لو استطاع ان هو يحصل بكره على كاس مصر، هيبقى طلع من الموسم الكارثي ده ببطولتين كبار، بطوله السوبر الافريقي اللي استطاع ان هو يحصل عليه من النادي الاهلي صاحب دوري الابطال لنسخه 2024، وهيستطيع وكمان يبقى حصل على بطوله كاس مصر من صاحب برضه نسخه 25 لدوري الابطال وهو فريق نادي بيراميدز. وكده الزمالك يبقى انهى الموسم بتاعه ببطولتين، وبيراميدز انهى الموسم بتاعه برضه ببطولتين، لان طبعا احنا اكيد كلنا متفقين ان بطوله الدوري العام للموسم الاخير ده من حق نادي بيراميدز، ويبقى الفريق اللي طلع موسم صفري هو مين؟ هو النادي الاهلي. مساء الورد عليكم وكل الامنيات لفريق نادي الزمالك ان شاء الله دايما بالفوز وبالازدهار يا رب. السلام عليكم.